الإسكندرية تقدم زي النهاردة. تاريخ من الماضي بساعة اليوم، كان فيها أحداث تحتاج ألبوم نحكيها في وقت يعدي قليل، لكن فايدته لسنين حتدوم. زي النهاردة. كلمات المقدمة إهداء الشاعر أحمد الحملة. زي النهاردة إبراهيم عبد العزيز، أماني أبو الصعود. أهلا بكم أصدقائي، وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 13 نوفمبر. (13 نوفمبر عام 1919 عيد الجهاد. في هذا اليوم هب رجال ليس لهم تاريخ لأنهم هم التاريخ. هبوا ليشعلوا شرارة الشعب المصري الكاسحة. دق سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي باب المندوب السامي البريطاني، وأبلغوه أن مصر لن ترتضي بديلا عن الحرية والاستقلال، واشتعلت شرارة الثورة. في تلك الأيام كانت مصر محمية بريطانية، وكان الإنجليز قد احتلوا مصر منذ عام 1882 وانتشروا في حواضرها وبواديها مدججين بالسلاح، لكن ذلك لم يمنع الثورة من الانتشار والاستمرار. تداعت الأحداث بسرعة، وتدفقت التوكيلات من أفراد وجموع الشعب بالاستمرار بالكفاح، لكن الاستعمار البريطاني قام بنفي الزعماء في مارس من عام 1919 إلى جزيرة مالطا. اندلعت الثورة في أنحاء مصر، وتغير وجه مصر إلى وجه جديد، وتحولت الوداعة والطيبة إلى غضب عارم، فلم يبالي الشعب المصري الأعزل بجنود المحتل ولا السلاح. ولأن حب الوطن من الإيمان، فقد ربط الله على قلوب الأبناء والأجداد وألف بين قلوبهم. تعانق شهداء مصر مسلمين ومسيحيين فداء لها، زج بالآلاف في السجون، وقدم العديد من الثوار إلى المحاكمة العسكرية، وحكم على عدد منهم بالإعدام. زي النهاردة 13 نوفمبر، أحد الأيام التاريخية المصرية، جذور ممتدة تحمل أسرار الهوية المصرية، لحظات مشرقات من ماضينا القريب. اسلمي يا مصر إنني الفداء، دي يدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين، لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهاما أتقيها بفؤادي، واسلمي في كل حين. زي النهاردة إبراهيم عبد العزيز، أماني أبو الصعود.